الاسم مع بعضنا البعض. حسنا على العد الثلاثة. 1 2 3. أشرف حكيمي. هو دي باينه، هو دي اسرائيل ديريكتومون. المغرب 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 كل الجوائز كل الجوائز. اذا الاخوان 1000 مليون تريليون اخوان الجوائز للمغاربه الاسبوع ديالنا اللي جابوا لنا الاخوان. بطبيعه الحال احسن مدرب في افريقيا، احسن لاعب في افريقيا الاخوان. وانا كنسجل لكم في هذا الفيديو هذا، ما بغيناش ندوزو ردة فعل ديال الناس على الجوائز ديال الدول المغاربه، ولكن بغينا نرجعوا واحد شويه للور ونشوفوا شنو كان كيقول الاعلام الهكاوي وبعض الهكاويون على لا ليست اللي كانوا تعرفوا فيها الناس، يعني الناس المرشحين باش يديو سواء احسن مدرب، سواء احسن لاعب، سواء احسن 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 احسن. قال لك علاش غيكونوا جوج وما يكونش غير واحد، فهمتي؟ علاش المغرب لقاو مثلا غادي نلقاو جوج مدربين، نلقاو مثلا الركراكي ولقاو المدرب ديالنا اللي ديال اقل من 20 سنه، علاش غادي نلقاو هاد الجوجات؟ تفرجوا مع الاخوان شنو كانوا كيقولوا هاد الناس هادو، حتى لا يمكن. واش حشمتوا باش ديروهم كاع مغاربه؟ حاكتو ديروهم كاع مغاربه وبلا بكم هذا التصويت وهذا حفل الجوائز وهذا النش. ها روحوها ديريكت وصايي، بلا حشومه بلا كذب بلا تنوفيق، هي وصايي. هادو المهم جوائز تاع الكاف اليوم علنوا عليهم تاع احسن مدرب واحسن حارس واحسن لاعب شاب واحسن لاعب داخل القاره. كما راكم تشوفوا في كل فئه دايرين زوج مغاربه وواحد اترونجي، في كل فئه، في احسن حارس، في احسن مدرب، في احسن لاعب شاب واحسن لاعب داخل القاره. هي ويقول لك ما كانش الكولاسه، يقول لك المغرب ما عندهمش الكولاسه، ما متجدرينش في الكاف، ما عندهمش القوالب. يقول لك كل شيء داينه نيشان، ويقول لك كل شيء مريقل والمصداقيه ومنا ومن هيك. هي اكيد هاد الجوائز غادي كاع يديوهم المغاربه، طب يدير 90% في كل فئه غادي يديها مغربي، كنتو تعطيوها لهم ديريكت وصاي، ما تبقاش علينا هاد النش وهاد التبهليل. السلام عليكم. خي الهكاوي، فهمتيني؟ نجي نشرح لك انا غير بالخشيبات، فهمتيني؟ دابا كنهضروا على افريقيا، كنهضروا على المنتخب المغربي كاكبر واحسن منتخب حاليا في افريقيا. اذا المدرب ديالو وليد الركراكي هو كاين، هو واحد عندنا هنا. هو المدرب الاخر اللي دا كاس العالم ديال اقل من 20 سنه، شنو غادي نديرو؟ ما غاديش نزيدوه. راه ماشي في افريقيا الكرغوري، انت كتهضر ليا غير على فهمتيني افريقيا. حنا كنهضروا على العالم اصاحبي، راه دا كاس العالم، واش ما غاديش نحطوه؟ شنو بان لك انت دابا؟ انت وجهك دابا قول لي. لا حول ولا قوه. حكيمي سي ان اكسيلون جوار، ولكن ويدي بالون دور لان كان دائما يدخل ويماركي ويدير وكذا وكذا. il a été présent à tout moment. دونك هو 200% بالون دور يديه. انا ليا داب مع البي اس جي ضد ماتس وضد ما عارف شكون هادو كاع يتك لي زيكيب تما ما نجمش يلحق محرز، وصالح ما دا والو ريح. وانا من الناس اللي نعرف لا فالور تاع صالح ما دا والو. من المحال نتكلم على صالح، ما نتكلمش على حكيمي، على صالح. من المفروض ولا عنده ضمير ما يجيش يحضر صلاح، بيان سور ما يجيش. أنا لا عنده ضمير ما يجيش يحضر. يقول له ما لا نجي نحضر انا، ما ديت حتى حاجه، كيف نجي نحضر انا؟ باش نعمر. اسمح لي ديالو عليه. لا على بالي هما جايبينه باش يعمروا به، باسكو اللي يديه باين شكون اللي يدي، دونك باش يعمروا به. ولا عنده ضمير يقول لا ما نروحش، انا فوتبولر في المستوى العالي، وهذا محرز لعب ضده شحال من خطره، وهذا محرز اللي ميريتي. سي لا لوجيك تقول هكذا، تقول لا ما عندوش ضمير. ولكن راح تضع منتخب اقل من 20 سنه ينافس على جائزه افضل منتخب. كيف من المفروض انه منتخبات شبانيه ربما جوائز افضل منتخب، افضل منتخب شاب، افضل لاعب من اللاعبين الشباب الصاعدين، ولكنك تدرج اسم كذلك منتخب اقل من 20 سنه من بين افضل المدربين في القاره السمراء مع المدرب تاع المنتخبات الاولى، فهذا غير منطقي تماما. لذلك من خلال هذا نستنتج كيف تتخذ القرارات داخل أروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم. اسماء المرشحة للتتويج بجوائز الكاف والمنتخبات، اللاعبين، افضل لاعب، كانوا قبل الإعلان عن هذه الأسماء هنالك اتفاق على كيفية تقسيم الريع بالنسبة لهذه الجوائز في داخل أروقة الاتحاد الإفريقي. لو نعود إلى لأسابيع في آخر جمعية عامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كنت
هادشي هذا اللي ما بغاوش، هادشي هذا اللي ما بغاش يتفهم ليا انا، وشي حاجه اللي بسيطه صاحبي. واش فريق فهمتيني، منتخب قل من 20 سنه احسن منتخب في العالم دا كاس العالم، يعني شي حاجه انت واخا تبغي تحلم بها بليل ما غتلقاهاش، مع منتخب رابح 18 فهمتيني انتصار على التوالي وبزاف ديال اللعيبات. واش ما انا ما نقول والو اخويا، ولكن فهمتيني ما غنجاوبكش، انا غادي نخلي الاعلام للناس اللي عندهم العقل هما اللي غادي يجاوبوك. اسمع معايا، شوف مع الاعلام فهمتيني، الاعلام الحقيقي. انت لو بصيت كده بقى في العموم، يعني مرشح لجائزة افضل لاعب، افضل حارس، افضل لاعب داخل افريقيا، افضل مدرب وهكذا، انت هتلاقي المغرب مهيمنة بشكل كبير. وعلى فكرة ده نتاج طبيعي جدا للي بيحصل بقاله سنين طويلة جدا من اصلاحات داخلية في الكرة المغربية، سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي. صراحة سيستم ماشيين عليه من منتخب الشباب والناشئين والاولمبي، ده حتى الكرة النسائية وحتى الكرة، يعني طب خلاص يبقى هو السيستم ماشي وكله ماشي عليه بنظام بهدف معين، والهدف ده اتحقق. انت النهارده عندك 4 أو 5 اجيال في منتخب المغرب متميزين على المستوى العالمي. المنتخب الاولمبي النهارده المغربي يعني اقوى من منتخبات افريقيه كبيره، منتخب اول، منتخب الاولمبي المغربي، منتخب الشباب اللي واخد لسه كاس عالم. فلا التجربه المغربيه ده النتاج الطبيعي بتاعها، ان انت في كل جايزه تلاقي 2 على الاقل من المغرب، او حتى المدير الفني هتلاقيه من المغرب. والاهم والاجمل من الانتصارات الشخصيه اللي بيني وبينك ان المغرب وصلت، والجمال ان المغرب وصلت، والاجمل من ذلك كله استمرار لغه الفوز والانتصارات في الكره المغربيه، تشربها الناشئين من الفريق الاول المنتخب الاول والشباب والان ناشئين، لغه الفوز والانتصار. مبروك لكل العرب. انا فزت بس الحين معصب من الفرحه يا حبيبي. مبروك لكل العرب هذا الانتصار. لو سمحت اخوي، ما انك حطيناك الكابتن اليوم، تفضل انهي مباراتك لو سمحت. يلا تفضل. اول شيء نقول مبروك. اكيد يستاهل، هو من يوم ما لبس النظارات اموره طيبه. احنا مو مرتاحين. فسخنا النظاره. احنا دائما وابدا نقول مبروك للمنتخب المغربي، الفرحه اللي قاعد نشوفها في جميع الشاشات كل العرب. عندنا حتى فريق العمل مبسوط بهذا الانتصار الجميل، وهذه اللقطه اللي دائما نتمنى ان نشوفها وتستمر حتى في بطوله كاس العرب. دائما نتمنى الفرحه العربيه، وان شاء الله يكملونها التوانسه بكره، مع ان مواجهه صعبه جدا. إنجاز يمكن أول مرة بنشاهده في تاريخ كرة القدم فعليا. المغرب بتسيطر وبتهيمن على جميع جوائز الكاف 2025. البداية كانت بأبطال كأس العالم تحت سن 20 سنة، المنتخب المغربي تحت سن 20 سنة بحقق جائزة أفضل منتخب بإفريقيا. طيب مين كان منافسه الأول؟ المنتخب المغربي الأساسي. طبيعي جدا نشوف عثمان معمر اللاعب المغربي عم بحقق جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا. طبعا حارس الهلال والمنتخب المغربي ياسين بونو بحقق جائزة أفضل حارس في إفريقيا. نرجع نذكر بإفريقيا يعني الجوائز لكل المنتخبات الإفريقية مش المغرب بس. وطبعا صاحب الكرة الذهبية الإفريقية أشرف حكيمي بحقق جائزة أفضل لاعب بإفريقيا لسنة 2025، وأكيد مستحقة بعد الأداء العالمي والأسطوري مع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي. ومعلوم اللي حققت الكرة الذهبية النسائية في إفريقيا وأيضا أفضل لاعبة شابة في إفريقيا كلهم من المغرب. رغم كل هذا إلا أنه بشوف أنه المغرب فعليا انظلمت بهذا الحفل. ليش يا محمد؟ لأنه بكل بساطة أفضل مدرب في إفريقيا ما فاز فيها محمد وهبي اللي حقق كأس العالم تحت سن 20 سنة، واللي فاز فيها مدرب الرأس الأخضر. فمن أصل 11 جائزة موجودة بالحفل 5 منها راحت للمغرب، وهذا بيعكس التطور المذهل والمرعب اللي صار بالكرة المغربية اللي أصبحت فعليا بتنافس عالميا مش بس إفريقيا أو عربيا. المغرب زنبق افريقيا كامله في جوائز الكاف 2025. التفرشيخ يا معلم. احسن لاعب في افريقيا اشرف حكيمي حكمهم في باريس سان جيرمان وفي كاس العالم وفي افريقيا. احسن حارس مرمى بونو ياسين في افريقيا. احسن لاعب شاب في افريقيا عماهم. احسن منتخب تحت 20 سنه في افريقيا المنتخب المغربي. احسن لاعبه في افريقيا غزلان الشباك شبكتهم. احسن لاعبه صاعده في افريقيا ضحى المدني. يعني المغرب خد كل الجوائز، كوش عليها التفرشيخ وفرشخ الكل زنبق الكل. لا خلى جوائز لتونس ولا خلى جوائز لمصر ولا غير بيراميدز ولا خلى جوائز للجزائر. ودلوقتي تطلع شي ناس يقول لك الكولسه والاقجع وهو اللي عمل التفرشيخ. وكاين المعنى وكاين الطجينه واد عمي. حكيمي اقتنص الكره الذهبيه من محمد صلاح. احنا الفايز نقول له مبروك ومبروك للمغرب وديما مغرب. وشير فورا واكتب لي رايك في هذه الجوائز وصلي على حبيب مدد يا رب. وايه وشكرا.